Yeah, gotta find that moment. زحمة جوا دماغي, a million thoughts a day, but I need a quiet space to just wash it all away. لحظة سلام, just a moment of peace, moment of peace. يا صباح الفل أو يا مساء الرضا على حسب الوقت اللي انتوا قررتوا ان انتوا هتسمعوني فيه. تفتكري لو جارتك خبطت عليكي دلوقتي بطبق محشي هتفرحي ولا هتبصي بالعين السحرية برعب وتتصلي بجوزك وتقولي له الحقنا؟ أيام ما كنا بنسيب الأبواب مواربة ما كانش فيه في قاموسنا حاجة اسمها هعدي عليكم يوم الثلاث الساعة 7 لو يناسبكم. كانت القلوب هي اللي مواربة مستنية أي خبطة عشان تفتح وتفرح. كانت البيوت قايمة على العفوية، تلاقي جارتك داخلة من الباب وهي شايلة طبق فيه محشي وتقولك بضحكة صافية شميت ريحة التقلية عندك، قلت ألحقك بكم صباع كده قبل ما تتغدوا. علشان البركة كانت مالية النفوس كان مستحيل الطبق ده يرجع لصحابه فاضي، لازم يرجع وعليه حتة كيكة لسه طالعة من الفرن، شوية مخلل معمولين بمزاج، أو أي حاجة حلوة من البيت. حتى في المناسبات الكبيرة الفرح ما كانش بيبقى فرح صاحب البيت لوحده، كانت الصواني ماشية في الشارع وبلكونات الجيران تتفتح عشان تجهز شربات الفرح مع بعض. وفي الحزن البيوت كلها كانت بتقفل تلفزيوناتها وتلتزم بالصوان، والكل كان بيطبخ ويشيل عن أصحاب العزا. كان الوجع واحد والفرحة واحدة. كان في رادار كده غير مرئي كان بيربط مطابخ البيوت وقلوبها ببعضهم. الأكل والمساندة كانوا بيدخلوا يدفوا الأرواح قبل أي حاجة. تعالوا بقى نشوف شكلنا دلوقتي. لو حد فكر يخبط على الباب من غير رسالة أو ميعاد مسبق البيت كله بيتحول لمعسكر في حالة طوارئ قصوى. الكل بيكتم نفسه، الحركة بتتشل في الصالة، بنتسحب على طراطيف صوابعنا كأننا بنهرب من حد، ونبص من العين السحرية ونسأل نفسنا برعب يا ترى صلة الرحم المفاجأة دي وراها ايه؟ الأفراح والعزا بقوا قاعات محجوزة بالساعة، بنروح نأدي الواجب بابتسامة رسمية وبقينا نبارك ونعزي بوست على الفيسبوك. قفلنا أبوابنا ب100 قفل وترباس ونرجع بالليل نشتكي من الوحدة والاكتئاب. الموضوع ما كانش مجرد أكل بيتبادل ولا زيارات بتعطلنا عن مشاغلنا، الحكاية بجد كانت أمان، إحساس دافي إن مش لوحدك في الزحمة دي، إن في حيطة وراك، حيطة جيران، حيطة حبايب لو ملت عليهم في أي لحظة ففرحك أو حزنك هيشيلوك بدون حسابات ولا أي رسميات. أنا صحيت النهاردة ولقيت نفسي مشتاقة قوي لريحة البيوت اللي كانت مفتوحة دايما للحب، للناس اللي بتدخل بضحكتها وصوتها العالي العفوي مش بإتيكتها ولا برسمياتها الباردة. قولولي بصراحة، لسه في حد منكم بابه وقلبه مواربين للحبايب في الفرح والحزن، ولا قفلتوا الأبواب بالترابيس وضاع الأمان؟ هستنى حكاياتكم في التعليقات ونبقى نتقابل في حلقة جديدة من لحظة سلام. كانت معاكم مروة مرعي.